أهلا يا صحابي. النهاردة هنعمل مغامرة عجيبة من مغامرات الأميرة ليلى. لقت خريطة قديمة بتكشف عن نجوم سحرية، وكل نجم فيه سر رهيب. هتسافر ليلى عبر الغابات والجبال والبحار وتواجه مخلوقات غريبة وعجيبة. تحبوا نكتشف مع بعض أسرار النجوم السحرية؟ وقبل ما نبدأ قصتنا ما تنسوش دوسوا لايك واشتركوا في قناتي، ويلا بينا نبدأ قصتنا. يلا بينا. بدأت ليلى أول محطة، وكانت الغابة الغريبة، أشجار عالية، ألوان غريبة، حيوانات تتكلم. وفجأة ظهر أرنب صغير بيقدر يتكلم، وإذا بساحر غامض يطلع من الضباب. قال لليلى: إذا أردت النجوم السحرية لازم تحل الألغاز. ليلى شجعت نفسها وقالت: تمام، أنا مستعدة. ليلى وصلت لأول نجم كان بيتلقلق زي الشمس. لكن لحظة، إيه ده؟ في لغز مكتوب على الحجر: أنا شيء كلما أخذت مني أكثر أصبح أكبر، ماذا أكون؟ فكرت ليلى الإجابة تكون الحفرة. فجأة طار النجم في السماء وأضاء الطريق للنجمة التالية، وبكده بدأت رحلة النجوم السحرية. ليلى وصلت لبحيرة النجوم، لكن مخلوق عملاق كان بيحرس النجوم. ليلى استخدمت ذكائها وبأخلاقها وكلامها الطيب بقى المخلوق ده أفضل صديق. وأخيرا وصلت ليلى لآخر نجم، بس ظهر لها الجن السحري وقال: لقد كنت شجاعة وطيبة والنجوم كلها لك. ليلى ضحكت وعاشت سعيدة، والأطفال اكتشفوا إن السحر الحقيقي في الشجاعة والصداقة والكلمة الطيبة. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش دوسوا لايك واشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل جديد.